السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نتيجة كلامنا اللي احنا بنقوله ان احنا ما بنلعبش كورة، سواء في منتخب مصر او النادي الاهلي او نادي الزمالك او كمان بيراميدز عشان برضو معاهم مدرب اجنبي. طبعا النهارده يعني الى حد ما الجمهور هو اللي مدي لعيبه الاهلي الطاقه والحماس والرغبه ان هم يجيبوا جوان، انما كفرصه حقيقيه انت ما ضيعتش. غلطات، الكوره بتاعت الكهرباء، الكورتين بتوع كهرباء الاثنين غلطات. جون بيمسك عادي جدا وبتقع منه، بيحط الراجل بيطلع بتيجي في القائم، والثانيه نفس الكلام الراجل مد رجله بعد ما وقعت من ايد الجون. انما كوره حقيقيه اتشاطت على الجون والجون طلع ما شفناش. كوره اتلعبت بتكتيك في تغيير اتجاه ثم انفراد او اختراق من العمق ما شفناش. الاطراف حسين الشحات يمسك الكوره ويخش جوه تتقطع منه، بيرسي تاوي يمسك الكوره اللي هو كان نجم الشوط الاولاني، الشوط الثاني عشان البدني وقع. واخد بالك؟ اين كولر؟ اين كولر؟ انت يعني هي المشرحه ناقصه قطله، منزل لنا راجل عجوز يعني مودست. ده انت عايز تكسب مباراه زي دي ما تنزل صلاح محسن، نزل صلاح محسن، ابدا من بدايه الشوط الثاني نزل رضا سليم. وبعدين النهارده انت ظلمت احمد عبد القادر، ده احمد عبد القادر مش عارف يقف على الكوره ولا يستلم ولا يسلم ولا يروح، لانك انت فقدت منه الميزه اللي هو كان بيتميز بيها ان هو بيمسك الكوره وبيروح للمدافع. المعامله بتاعتك ونفسيتك معاه ضيعته، انتوا ما بتلعبوش كوره. وبعدين ضربه جزاء فيها وما فيهاش، بس هنقول فيها وضاعت. واخد بال حضرتك؟ والحكم جاي لك مخصوص عشان ما بقاش في حجه، ما بقاش في حجه في ضربه جزاء ليهم بتاعت الشناوي وما اتعادتش، والفار ما جابش. الفار حتى في الكوره اللي هي عايزين تحسبوها ضربه جزاء الراجل ايده ثابته ومن بره الخط، يعني رجليه اللي على الخط بس ايده بره الخط. واخد بالك؟ وايده ثابته وعايزين تحسبوها. ده الحسنه الوحيده اللي حكم النهارده ان هو ما حسبهاش. بس الفار شكله كان النهارده قابض. انا بكلمكم بمنتهى الامانه، كوره الشناوي ضربه جزاء ما عادهاش ليه وما ندروش ليه؟ ده الراجل واخد رجله، يعني الراجل خد الكوره والشناوي خد رجله. ضربه جزاء دي لو للاهلي اقسم بالله كنت عملته مناحه. بس هنرجع برضه، سيبك بقى من كل الكلام ده. الاهلي ما بيلعبش كوره عشان يوصل. ادي اول فرقه كوره بتلاعب النادي الاهلي، فرقه محترمه كسبتك هناك وكانت هتكسبك هنا لولا الطرد ولولا ضربه الجزاء اللي هي دي ما اتحسبتش، اعتقد كانت كسبت يعني. على العموم والله ما شمتان، بس انا بقول لك يعني انا الفتره اللي جايه دي هفتح ان شاء الله بامر الله مركز للتحليل، عشان البهوات اللي بيقعدوا في القنوات وبيقولوا حاجه مختلفه ما تجاملش، قول حق ربنا. النهارده الاهلي احسن من الماتش اللي فات بكتير. ليه؟ لان في جماهير، في رغبه اللعيبه، في طبعا جمهور وراها بالالوف في المدرج، فمديه اللعيبه احساس. انما ما بيلعبش كوره في الاول وفي الاخر، ما بتلعبش كوره، ما بتلعبوش كوره. شوف هم بيعملوا ايه، شوف بيطلعوا بالكوره ازاي، شوف في عز الضغط الجماهيري. وانا قلت لكم الكلام ده الماتش اللي فات، دول متعودين على الجماهير، مش هتفرق معاهم ان شاء الله. حتى دخل لك الجمهور عمل لك ايه؟ ضغط، خدت ضربه جزاء، ضغط ما اتحسبتش ضربه جزاء. واخد بال حضرتك؟ وفي الاخر عايزين ضربه جزاء نصب في نصب. حرام حرام. طرد انا مع صح، طرد. واخد بالك؟ دي الحاجتين اللي عملهم النهارده الحكم، اللي ما حسبش الكره الاخيره ضربه جزاء، وان حسب الضربه دي طرد بتاعت اكرم توفيق. خلي بالك اكرم وعلي معلول من بدايه الشوط الاولاني ده ياخد انذار وده ياخد انذار. واخد بالك؟ في دخلات برضو نفس الكلام. على العموم هارد لك للنادي الاهلي، هارد لك لجماهيره، بس احنا بنقول حاجه، اسمعوا كلامنا. امام عاشور لعب اهو، وعبد القادر لعب، واخد بالك؟ وكهربا لعب، واكرم توفيق لعب. ده مش فكر كولر. انت عارف لو كولر كان لعب بالماتش اللي فات وكان قعد امام عاشور وكان لاعبه الشوط الثاني. انما وحياه دي وغلاوتكم عندي وحياه معزتكم عندي ان اتفرض عليه التشكيل ده يلعب وده ما يلعبش، ده يلعب وده ما يلعبش، زي ما اتفرض عليه السنه اللي فاتت لما بعد ماتش سان داونز 5 قالوا له العب ب3. واخد بالك؟ على العموم بس عايزين قبل ما اختم بس، مودست ايه رايكم فيه؟ الحاج ده والله العظيم انا عندي نقله رمل ونقله طوب هستعيره من النادي الاهلي يجي يطلعها.
ده ما يشتغلش غير كده. ده حرام، اللي جابوا النادي الاهلي ظلمه، والمصحف اللي جابوا النادي الاهلي ظلم الاهلي وظلم اللعيب وظلم الجماهير اللي هي بتموت. ده ياخد 1.5 مليون دولار؟ ده ياخد 1.5 مليون دولار؟ لا انا بصراحه الموضوع ده فيه إن. على العموم هارد لك لجماهير الاهلي، وان شاء الله تتعوض. وعلى فكره تاني بطوله في اقل من شهر يا كولر يا جواهرجي. فاكر الناس اللي بتقول لك، اللي هي بتعرضها وتقول لك الجواهرجي؟ اقسم بالله انت ترشبي، مش محصل كمان ترشبي. بس اللي يمسك النادي الاهلي بتبقى امه داعياله. تاني بطوله ولسه البطولات جايه. السلام عليكم.